السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صدق او لا تصدق، مقولة كنا بنقراها زمان في عنوان في جريدة الاهرام، دائما وابدا كنا بنتابعها واحنا صغيرين. ده عنوان تعليق الاستاذ محمد فارس المذيع بقناة الاهلي وبرنامج خط احمر على صفحته، وبيقول: النهارده حازم امام قال تصريح جريدة الاهرام كانت مستحيل تكتبه تحت عنوان صدق او لا تصدق، لان محدش كان ممكن يصدق انه قال ان عدم لما حازم امام قال عن عدم انضمام لاعبي الاهلي للمنتخب الاولمبي اللي هم فوق السن، ازاي لما نادي بيلعب في افريقيا يتقال ده بيلعب باسم مصر وبنمثل مصر؟ دي مصر نفسها اهي. بقى كابتن حازم امام هو اللي لما كان مشرف على المنتخب ولسه فيتوريا جاي والمحتاج يبدأ تجربته مع المنتخب بأفضل عناصر، حازم إمام خرج لعيبة الزمالك من معسكر المنتخب خلال المعسكر، مش عشان حسم الدوري لا سمح الله، ولا عشان نهائي دوري أبطال إفريقيا لا قدر الله، ولا عشان كأس العالم للأندية، لا، ده عشان ماتش تمهيدي في أفريقيا في دور ال 64 مع مركز شباب أليكيت تشادي. وفيتوريا خرج بعدها في مؤتمر صحفي قال ان عمره ما عمل كده كمدرب وان ده مش هيتكرر تاني. فعلا اذا لم تستحي فافعل ما شئت. المزور حازم امام للأسف ما بيتعلمش من تجربته واللي حصل معاه زمان في مشكلة جده لما زور العقد بتاعه عشان ما يوديهوش النادي الاهلي، وكان عايز يوديه غصب عنه نادي الزمالك على غير رغبة محمد ناجي جده، وتم اكتشاف الامر، وكان ممكن لو تم تقديم تزوير العقد للنيابة كان ممكن يبقى فيها حبس لحازم امام، ولكن النادي الاهلي ترفع انه يعمل مشكلة عشان خاطر والده على الاقل كابتن حمادة امام، وعشان خاطر تاريخ نادي الزمالك ما يقولش ان الاهلي استغل وحبس احد رموزه او احد الكباتن الشهيرة للزمالك. ومع ذلك حازم امام في كل موقف مع النادي الاهلي بيبين قد ايه هو ضد النادي الاهلي في كل المواقف. المفروض ان هو يلتزم الصمت في موقف زي ده وما يتكلمش، لان هو اولا مش مشرف على المنتخب ولا ليه اي دور المنتخب الاولمبي، ومحمد بركات هو المنوط بيه ان هو يصرح اي تصريح. غريبة تصريح حازم امام، واضح ان هو بيحاول يرمي كورة في ملعب الاهلي وبيلعب على وتر الجماهير والوطنية اللي هو ابعد ما يكون عنها. ده كان تعليق محمد فارس على مشكلة او تصريح حازم امام اللي طلع وانتقد فيه عدم انضمام لعيبة الاهلي فوق السن، اللي هو 3 لعيبة مهمين جدا: محمد عبد المنعم والشناوي وامام عاشور.